تراجع شديد جدا في الوعي السياسي، في نوايا طيبة، في إحساس عام، في وطنية، في انتماء، لكن حقيقة الأمر في مصر دلوقتي مش عارف، في فيروس هبل في الهواء، حاجة في الجو كده، في كلام أهبل بيتقال كتير جدا، ترهات، والناس بتصدقه وتردده وتكلم. زي تقسيم مصر ومش عارف، وخرائط تقسيم مصر واحتلال مصر سنة 2015، يعني ده كلام، يعني ده هلاوس سمعية وبصرية، ده يودي لأحمد عكاش عدل، يعني ده الكلام ده اللي بيقوله وراح للعيادة النفسية. لو رئيس بقى يعني موجود كان يقضي على مثل هذه الأمور؟ لا، ما في سلطة موجودة دلوقتي، المجلس العسكري بتروج هذه الأمور وبتشارك في ترويج الهلاوس السمعية والبصرية دي. لأنه ليه اللي حاصل؟ أي مجتمع بيخاف يا أستاذ عمرو، يعني المواطن الخواف والمذعور ده ما بيطلبش أكتر من تأمينه، أكتر من إحساسه بالأمان. فمش هيكلمك عن الحرية ولا هيكلمك عن الاقتصاد ولا حتى أكل العيش. اديني هذا الإحساس بالأمان اللي أنا فقدته. فأنت لازم تعيش تحت ضغط الخوف والذعر والاعداء اللي من الخارج والخونه اللي من الداخل، والبس انت بقى، يعني لا هتعرف تطور ولا تطلع قدام ولا ترجع ورا طول ما انت جوه الشرنقه الرعب اللي عامله لك الواقع المصري السياسي دلوقتي. شوف كل قنواتك، شوف رسائل المجلس العسكري، شوف كلام مؤيدي المجلس العسكري، شوف رؤساء الاحزاب، وشوف الشخصيات اللي بتطلع من التيار الديني، وهم قاعدين يتكلموا فعلا عن هلاوس سمعيه وبصريه، عن الاعداء اللي مش عارف ايه والخونه واحتلال مصر والخريطه وتأثير حاجه. احنا توحدنا ايام مينا، حاجه كده بتاع 5000 سنه هيتقسم دلوقتي يعني. فعشان كده كل هذا الكلام الهرائي ما يساويش 3 ساغ بقى عند الجيل الجديد.